ما دام المساله بقى كده، ان عشت في الدنيا بعطاء الله للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي، وان رحت للاخره للدرجات اللي اكبر تفضيل له، بقى انت عايش في اسبابه هنا، انما هتعيش بيه هناك. طب مهما ارتقت الدنيا، ويقول لك مثلا احنا رحنا مثلا فنادق، تعمل زرار كده يجي لك الشاي، تعمل زرار ثاني يجي لك القهوه، ودي قهوه ايه سكر زياده، الله دي يجي لك اكل. طب بالله العظيم مهما ارتقى، مين اللي بيوضب العمليه دي عشان تستجيب لك الالات؟ مش انسان برضه؟ طيب، وهل يوجد ارتقاء في الدنيا بحيث اذا خطر الشيء ببالك تجده امامك؟ ايه الاخره كده، الشيء يخطر بالبال تلاقيه قدامك، يبقى فيه ايه بقى؟ ده ايه؟ مش تكنولوجيا بقى وبتاع، لا. نعم نعم. ما دام المساله كده، يبقى خد الطريق من قصيره، خد الطريق المستقيم، وشوف الله اللي بيمدك في الدنيا وان كان الممد كافرا، وبعدين يدي لك في الاخره هذه الدرجات. اعرفوا بقى وتوجه ليه من اكثر طريق كده، ولا تجعل مع الله الها اخر. اللي يعمل العمليه دي بقى التحم به، كن دائما في معيته، ما دام حتى في وانا كافر وهو كافر به والعياذ بالله بيمده، وهو عاصي بيمده، وبعدين لو رحت للاخره وانا مش عارف يديني عطاء بلا ممدود، نتمسك بده ولا ما نتمسكش؟ قال له بقى خلاص، لا تجعل، الحيثيات تقدمت اهي، وما دامت المساله بهذا الشكل يبقى لا تجعل مع الله ايه؟ لانك لو جعلت مع الله الها اخر ما انتش هتجد عنده شيء من ده ابدا، وبعدين تيجي في الاخره ما تلاقيش الا ربنا لوحده، ووجد الله ايه؟ وجد الله عند ما فيش. يبقى تقعد ايه اللي يحصل لك؟ تتحسر على ان فاتتك الفرصه دي، تتحسر على ان فاتك الايمان وامنت بغير اله، ولما جيت في الاخره ما وجدتش الا الاله اللي قال لك امن بيا وما رضيتش في ايه؟ تؤمن به، تقوم ايه؟ فتقعد ملوما محصورا، مذموما ايه؟ فاقعدها دي كملوما محصورا للتاني، مذموما ايه؟ مخذولا. الله، تقعد، ايوه تقعد. اهو القعود دي انكى انواع ما يصير اليه الانسان، لان الانسان ما يقعدش الا ما قدرش ايه؟ يقوم، وطبعا ما يقومش الا ما قدرش يتحرك، مش كده؟ طب ما قالش ليه نايم؟ قام قال لك اصله نايم ده ما يبقاش فيه عذاب لان الوعي انتهى، انما قاعد كده. ولذلك يقول لك المجاهدين والقاعدين، يقول لك ايه؟ والقواعد من الايه؟ من النساء. كل القاعدين يقول لك ايه؟ يبقى اذا كلمه قاعد دي تدل على ايه؟ على انه مش قادر يعمل حاجه. خدت بالك؟ ولا هو يجيش له نوم يرتاح حتى. يبقى العذاب يبقى مستمر ولا عندوش قدره يعمل ايه؟ يعمل حاجه. يبقى ملوم من مين؟ ملوم من نفسه بقى، وانا اللي عملت فيا كده، انا اللي عصرت فيا، مش ملوم من غيرك. ملوم ومخذول. مخذول يعني ايه؟ لان الانسان قد ياتي له موقف صعب يضعف فيه الا انه يجد نصيرا، انما انت مخذول لن تجد احد ينصرك. المخذول هو من لا يجد له ناصر. ولذلك ربنا هيقول لهم ما لكم لا تناصرون، ما تتجدعنوا كده يا بعض تنصروا بعض، بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. فتقعد ملوما ايه؟ مخذولا. واحنا بنقول ما هوش نايم، لانه لو نام العذاب ما ايه؟ لان العذاب هو الايه؟ هل العذاب للجوارح وللماده؟ لا، العذاب للنفس الواعيه. ولذلك الطب لما يجي ما يخليكش عايز تتألم يعمل ايه؟ يخدرك يعني النفس الواعيه اللي في كده ينهيه، فاذا المخدر زال يبتدي الالم ايه؟ يشتغل. طيب خلي انسان يجعر من ضرسه ولا من عينه ولا من انفه ولا من اي حته، وبعدين ينام، ينتهي الالم. بمجرد ما يصحى يجي الالم. يبقى الالم مش للجوارح بقى، ده الالم لمين؟ للنفس الواعيه، للنفس. فما ينامش حتى علشان ايه؟ ما يتخدرش ضد العذاب. الشاعر لما جه يذم واحد قال له ايه؟ قال له يا شيخ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي. يعني انت ما تنفعش انك تقعد، مالكش في اقعد يعني تليها على ايه؟ زي ما نقول له تليها على عينك.
لا تجعل ما دامت المساله كده ويمدك ان اردت العاجله يمدك وان اردت الاجله يمدك وبعدين لما تطيعه يديك درجات فضله ومش عارف ايه، يبقى مفيش احسن من الاله ده بقى. اله ده يتمسك بيه بقى، كن دائما في ايه؟ في معيته، لانك ما كنتش في معيته ستاتي يوم القيامه وتفاجأ بان له لا يوجد اله ايه؟ ولا اصنام ولا اوثان ولا ارباب الهه ولا شمس ولا في حاجه من ده. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى قضيه ليدينا فيها نوع من الاستدلال. يقول ايه؟ وقضى ربك، ما دام لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد ملوما محصورا، اتجه لله. وما دام تتجه لله يكفي ان تعرفه بس كده، ولا تشوفه هو عايز منك ايه عشان تعمله. ولذلك من امن وعمل ايه؟ صالحا. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان هو فايده الايمان ايه؟ بفايده الايمان العمل الايه؟ الصالح. وما دام العمل الصالح هتتعرض للمفسدين، والمفسدين يغضبوك، فانت عايز بقى ايه؟ تبقى جلد، تتواصى بالصبر وتتواصى بالحق، لانك انت مش هتنساب كده. يا طالب الحق لن يسلمك اهل الباطل، فلازم تسلح نفسك بايه؟ بالصبر وبالقوه، وانك متماسك بالايه؟ متمسك بالايه؟ بالحق. ولذلك العرب ليه ما قالوش لا اله الا الله؟ ده لو كانت المساله مساله ايمان باله واحد ومش عارف ايه ونقولها ونخلص كانوا قالوه، انما هم عارفين مطلوب الايمان ايه؟ هيقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ولذلك من نصيحتهم ومش قادرين على نفسهم ما قالوهاش ليه؟ لانهم فاهمين ايه؟ فاهمين مطلوبها. فلما يجي يقول لا يلا خلاص بقى لا تدعو مع الله الها اخر، لا تجعل مع الله الها اخر، اتجه اليه ايمانا به، ادي واحده. ولما تؤمن به عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل مراده. طب وانت تعرف مراده ازاي؟ هيكلمك ربنا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا كذا والا كذا، يبقى لازم رسول، والرسول يبلغ ويبلغ بمطلوب، يفعل ولا ايه؟ ولا، واللي ما فيش فيه افعل ولا تفعل، انت حر تفعله او ما ايه؟ ما تفعلوش. فابتدأ بقى يدينا الاحكام، يدينا الايه؟ اول الاحكام جابها الايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شوف برضو اثر كلمه رب على كلمه الله. كان يقول وقضى الله الا تعبدوا الا اياه، قال لك وقضى ربك، يعني اختشى على عرضك، ده هو اللي خلقك وهو اللي مربيك وهو اللي موليك بالنعم. فجاب اللفظ اللي ايه؟ اللي يجيبك كده، يقول لك وقضى مين؟ قضى ربك. وقضى ربك، مش معنى الامتنان كده في قضى ربك وش معنى رب محمد؟ أم قال لك لأن ما فيش حد في الكون بلغ في التربية المرتبة العليا إلا محمد، لأن مين اللي رباه؟ ربنا. يبقى دي التربية اللي على إيه؟ وما دام قضى ربك وربك هذه التربية وأدبك أحسن تأديب ومش إلى آخره، يبقى إيه؟ يبقى رب غيرك مأمون عليه. وقضى ربك، ساعة ما تسمع وقضى احنا نفهمها أول وهلة قضى يعني حكم، مش القاضي هو اللي بيحكم، إنما لها معاني كتير. أهي قضى هنا بمعنى أمر ربك ألا تعبدوا، بس أمر مؤكد كأنه قضاء لازم، ادي واحده. وفيه امر تاني بمعنى خلق، فقضاهن 7 سماوات، يعني خلقهم 7 ايه؟ سماوات. وفيه قضى بمعنى حكم بين متنازعين، يقول لك فاقضي ما انت قاض، يبقى ده ايه؟ طب حكم. طيب ومره قضى يعني بلغ مراده من الشيء، فلما قضى زيد منها وطرا، وقد يدل على انتهاء المدة، فلما قضى موسى الأجل وسار بإيه؟ بأهله. ومرة تيجي قضى بمعنى أراد، إذا قضى أمرا فإنما إيه؟ يقول له كن. وجت آية ثانية إيه؟ إنما إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ برضه يبقى الإرادة. يبقى إذا القضاء تيجي بمعنى إيه؟ بمعاني متعددة، لكن المعاني اللي تجتمع فيها الولاء انه ايه؟ شيء لازم مؤكد ما ينقضش، ايه؟
ما ينقضش. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب ما هي العبادة؟ العبادة هي إطاعة آمر في أمره ونهيه. تشوفوا أمر بإيه تعمله، وتشوفوا نهى عن إيه تعمل. والذي لم يأمر فيه ولم ينهى يبقى ترك لك الإباحة، تفعله زي ما تفعلوش. يبقى إذن العبادة هي إيه؟ إطاعة الآمر في أمره إيه ونهيه. افعل كذا نفعله، ما تفعلش كذا. ادي معنى الايه العباده. ولذلك الجماعه اللي كانوا بيعبدوا الاصنام يوم لما يتورطوا يا اصنام لا تضر ولا تنفع، وانت اللي قعدت تكسر فيها في الجبل وتعمل له مناخير وتعمل له عينين وتضرب البتاع اللي بيعمل بها اسمه ايه ده السنبك عشان ينحت فيه وينكسر تلحمه ويقع تروح عدله بتعدل ربنا. بيعدل ربنا احسن ربنا وقع. الله يقول له يا شيخ بلاش خيبه، ايه الخيبه بتاعتك دي؟ يقول لا احنا بنعبد ربنا، بس احنا كنا بنعبدهم ليقربونا الى مين؟ طب بتعبدوهم علشان يقربوكم الى الله زلفى. ما هي العباده بقى؟ اطاعه الامر والنهي. طب وماذا امرتكم الاصنام وماذا نهتكم؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. يبقى الكلمه كذب ولا مش كذب؟ تبقى الكلمه كذب.